ايه ده شايلني في الهوا، ده شايلني في الهوا يا نهار اسود ومحبب. سوري وان فين يما يما ايه يا حاجة، خضتيني يا حاجة. ماما اتأخرتي تاني. وفي ايه يا حبيبي، انا كنت مشغولة في العمل. ينفع ان انت تحس بيا شوية؟ يا خلاص يا ماما، بس النهارده عيد ميلادي. طبعا اعرف ذلك. نسيتي عيد ميلادي يا حاجة صح؟ نسيتي عيد ميلادي يا حاجة صح؟ نسيتي عيد ميلادي يا حاجة صح؟ ايوه، اين هديتي؟ بدأت فاكرة عيد ميلادي. شكلها نسيت فعلا. ايه يا حاجة، ايه يا حاجة؟ أسمعت من قبل بقصة سيد الوجه الأحمر؟ لا. في كل حفلة عيد ميلاد يترك سيد الوجه الأحمر هدايا الأطفال ده ما يا حاجة، يعني انت عايزاني اروح انام يعني بتقولي بتخبط مش هجيب لك حاجة تقريبا معناها كده. بس حقا يا عيني الواد مغفل يا عيني. إذا أردت هديتك عليك الخلود إلى النوم سريعا. بصوا الواد يا عيني بتضحك عليه، بتقول له لو عايز هديتك يلا روح نام مش هجيب لك حاجة بمعنى صح. حقا سأذهب حالا يا أم يا عيني. يابا مين ده؟ أنت تخدعين الفتى مرة أخرى؟ وكم مرة أتيت للمنزل متأخرة؟ كنت أعمل وانتهيت من نوبة عملي متأخرة. هراء لا تظنين أنني أحمق أليس كذلك؟ يابا يابا انت بهيمة يابا، بهيمة يابا. حول اتخضيت منك لله، خضتني اتخضيت. قلبي وجعني يا يما. أمل أنت سامعتني؟ أمل إيش فيك؟ اصحي. وانت عدم الفائدة اقعد لغرفتك، لا تقف هكذا وتصل أحاديث الكبار. طفل مهذب. حاسة ان الدنيا مش هيكون فيها خير، بس سلام. يما هي اوضتي مضلمه كده ليه؟ الباب قفل لوحده. اوكي ايه هيجيلي هديه بكره. يعني طبعا انا بمثل مشاعر الطفل يعني الحزين اللي لهم بتصعب عليه يعني كده. ايه مش هننام؟ في ايه مش هننام ولا ايه؟ يب ايه اللي اتهبت؟ في حاجه اتهبتت. يما في حد بيمشي. قلبي يعني يما، يا لهوتي حرامي. اوكي يا ماما، هو ده مستر فيس؟ يا ماما قلبي، واعمل كده ليه؟ يا لهوتي، يعني ماما معاها حق، يعني الام فعلا كان معاها حق. يا لهوتي، هو عامل كده ليه ياما؟ اوكي انا صحيت من النوم كأي طفل عادي جدا يا جدعان يعني. تريد الهدية بتاعت مصر. هل هذه هدياتي من سيد الوجه الأحمر؟ مستحيل طبعا، هو فعلا مستحيل. دمية أهلا أنا رون. ماذا يمكنك الكلام؟ أيوة بالطبع فأنا مصنوع من السحر.
حتى تمتلك نفس اسمي وشكلي. حلو حلو، عرفنا ان الطفل اسمه رون. حلو حلو حلو. هذا صحيح، صنعني سيدي لأجلك فقط، لكن عنقك ليست ثابت. ايوه صح، مادام انت دمية مصنوعة من السحر المفروض تبقى شكلها حلو، يعني ليه يعني مكسورة كده؟ لا بأس سيدي، أقوم بهذه الأخطاء أحيانا، كما أن هذا مجرد عيب صغير مقارنة بالدمى الأخرى. يعني في دمى أخرى. المهم هو أنني سوف أكون أعز صديق لك من الآن. هذا رائع. رائع في ايه يا غبي انت؟ يا استاذ يا غبي، ده دمية مصنوعة من السحر ورقبتها مكسورة، هو ايه اللي رائع في كده؟ هتبدأ نلعب شيئا سويا لنرى. قام سيدي بوضع ألعابي في الخزانة. أيوة، كان سيدك فعلا كان وضع فعمل حاجات في الخزانة. أيمكنك إحضارهم لي. أوكي، أنا حاسة إن أنا هفتح ألاقي سيدك طاير وبقتلني على طول. يلا بسم الله. لا زالت الخزانة عليكم. أيوة عليكم. أيمكنك المحاولة ثانية. مش هتشتغل اهو، حاولت اخدها بسرعة بس بعد مش هتفتح. اريد القيام بشيء اخر. انا جائع. وات؟ انت جائع؟ كيف يمكنك حتى؟ ايوه صح. انت ايه؟ لا انت مسالنا والطعام، لكن سيكون بامكان الشعور بما تاكله. ده دافع ليك بجد ان انت ترمي الدمية ديت من الشارع او تحرقها بجد. يعني ايه دمية انت خليك بتحس باللي انت بتاكله، يعني معلش يعني. قوم سيدي بربط كل حواسك ومشاعرك بيه لكي افهمك بسهولة. برضو لكي تفهمني بسهولة. عارفين الدمية دي بتفكرني بايه؟ عارفين الدمية اللي بيتحك فيها دبابيس ديت شبهها، حتى نفس الشكل. الطفل يا عيني مش مدرك ايه اللي في ايده بجد. واو، هذا مدهش جدا. amazing. oh my god. ازازة عصير تفاح. بتقولش. اوكي بقى افتح ممكن اعتقد افتح التلاجة هلاقي فيها اشياء. انت تقرأ هذه الرسالة في 1 مساء، أليس كذلك ايها الناعس؟ قمت بإعداد طبقك المفضل في الثلاجة، لذا لا تنسى تسخينه قبل تناوله. لاحظت مؤخرا أنك تنسى تتناول طعامك. أنت تعلم أنني لا أملك الكثير من الوقت في المنزل، لذا أرجوك تعلم أن تعتني بنفسك ولا تقلقني عليك كثيرا. شيء آخر، لا تنسى أخذ دوائك بعد الطعام. والدتك. ماشي. اعتقد ده الدواء اللي قالت لي احطه في الميكرويف. مش هعرف امسكه عشان انا ماسكه الدميه. طب احط الدميه. يلا اقعدي على الكرسي يلا. ايه ده بتقف؟ اعوذ بالله من الشيطان. اقسم بالله اصلا منظرها مرعب. ادي الاكل اهو. دي حاجه بتقفل لوحدها والله بخاف. ماما قالت لي ان انا احطه في الميكرويف. حطيته في الميكرويف. يا سبحان الله، طلع من الميكرويف نط في ايدي. اوكي احطه اهو. اكل انا ازاي بقى؟ ده انت قعدت مكاني يا استاذ. اقعد ازاي حضرتك؟ ده انا قعدت في الترابيزه. هذا توقعك المفضل، اتود رؤيتي لاقوم ببعض السحر. يا ما هي كده بايظه. وريني شويه حاجات استعراض كده قبل ما اموت. وريني. اذا اجعل هذا الطبق لا ينفذ ابدا. اميزنج. عايزه الطريقه دي في الاندومي بالله عليك. بالله عليك اعملي الطريقه دي في الاندومي بجد، هتبقى لذيذه. تبقى بيوتيفول. ده سيادة طبق لحالته الأصلية. ماشي. نيم 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 نيم. خلصت الأكل. اوه اميزنج. اوه ماي جاد. فعلا اميزنج. ماذا بإمكانك فعله أيضا؟ أيوة أنت بتعمل إيه تاني؟ يلا وريني. يما أنت ده اللي بتقدر تعمله؟ طب يشرب.
مش معقول بجد، لا يما ركبي ثابت. ماذا كان هذا؟ لا ادري. كم خمن. اقسم بالله بجد والله لا ادري. خمن انت. ولا الزجاجة زي كنا ابي نخبيها كده عشان يعني نراعي ها بلا شك. آمل أنه ما زال نائما. أبيك لا تكتب شيئا إذا سيد المكان بعيد. ما الذي قلته؟ أيوة، أنا المفروض أعمل إيه بقى دلوقتي؟ قولي أنا المفروض أعمل إيه؟ أنت من ساعة ما جيت الدنيا كلها باظت. قولي بقى حضرتك. اوكي 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 اوكي، خلينا ريلاكسد. اوكي، اعتقد ان انا هدور على ابويا في الاوضه. يما وات وات. نعتبر ان هذا نورمال عاديا. أين أبي؟ أيوة يا أخويا، فين أبي؟ كما قلت أخذ سيدني بعيدا. لماذا؟ لأن أبيك رجل سيء، عادة يدخل عليك ويضربك. ما كل من الأباط كده يعني، عايزين مصلحتك يعني، مش حاجة يا جدعان. أباب استولدته بالمطب بحبسهم من قبل سيدي لحماية الأطفال الذين مثلك. لكن يكفي هذا كثير فعلا. ايه يعني انتوا اللي هتحكموا ولا ربنا اللي هيحكم حضرتكم يعني؟ انه رجل سيء. لا هذا لسه. ايوه جدع يا ابو، دافع عن ابوك كده، خليك راجل. ارجوك دع والدي يذهب اتوسل اليك. ايوه يعني بجد. حسنا لكن سيدي لن يعجبه هذا. الطريق إلى حيث يسكن والدك بعيد. سأضطر إلى استخدام طريق مختصر إذا أردت أنقذه في أسرع وقت ممكن. أني للطريق، وريني كده. بص مش الراجل بيقوله أني للطريق بفشخرة كده. لا مش هتقدروا تخوفوني، وروني. داخل مخزن. خزانة تاني. الخزانة هو بجد في ايه في الدولاب؟ انت لسه شفت حاجه يا لا بقى كده كتير بقى، كده كتير حضرتك. تكنولوجيا اشهد انها تكنولوجيا يا مسهلة. لا زلت تعاني من فتحة. هذا بؤس يبدو ان عين استخدام حزالة والديك. اذا ما كمل اول يعني، كان لازم اللفة. يصدر بك معرفة ان هذه الخزانة يمكنك ان تعمل كبوابات. يمكنك تنقلك الى اي مكان تريد، ويشمل ذلك المكان المحجوز فيه والدك. مفيش حاجة، دولاب عادي، هو حتى دولاب فاضي مفيهوش هدوم. لا يوجد شيء مهم. صحيح نسيت اخبارك شيء. هنعمل ايه؟ هنعمل عمل. احضر الراديو الخاص بوالدك وضع امام الخزانة. ايوه بقى، لا الراديو ده فين بقى حضرة المشعوذ؟ سيعمل هذا الراديو كزر المسعى. تقوم باختيار التردد الصحيح اولا. اذا اخترت التردد الصحيح سوف تفتح الخزانة المكان الذي تحتاجه. اوكي. هي دي. نجرب مرة اخرى. اقفل تاني. يعني يما اللعبة دي جابت لي ضغط. ما تقولش بقى انها مش هي. اظن يعني مش بديها بداية حضرتك. راكب المنزل من ايه معلش؟ هتسرقني صح؟ هترميني بعيد وتسرقني. ما نشوف الموضوع ده. قطة. ازيك يا قطة؟ استني بعكسها. ازود على الزرار. قطة. ما الاخبار؟ انا ابحث عن ابي.
اوصف. ابي يدعى برولز. والله رولز. لحظة. ابوك بطل خارق. لا يعني يدعون بالروس اي صفات اخرى لان نحن نتحدث بروس طيب ام سيء. في الحقيقة ابن النوع الذي يغضب قليلا. وروس سيء استخدام ألقي نظرة إذا هناك عديد من الأشخاص السيئين يدعون بالروس ألا يوجد صفات أدق من الأشياء الأخرى التي يفعلها. ويصرخ كثيرا. هذه ليست معلومة كافية. أحيانا يضربني ويصفعني أيضا. يا عيني يا ابني. وماذا بعد هذا كل شيء؟ الباب وراءك. اوكي ده الباب. او ماي جاد ركبي ثابت. اتخضيت بجد بجد. لا 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 لا. من انتم؟ نحن اطفال مثلك تبحث عن والدينا. سوف نبقى هنا قليلا. أتريد الانضمام معنا؟ نعم. أنا في عجلة لا بأس لك لاحقا. انتوا بتدوروا على أبوكوا. قوم ياض انت وهو. دور على أبوك ياض انت وهو. ايه ده؟ يا لهوي عليكم. قوم ياض انت وهو دور على أبوك. يا حول الله يا رب. هو ده بابا؟ بابا؟ أرجوك توقف عن معاقبتي. بابا ده أنا. أرجوك توقف عن معاقبتي. ما الذي فعله بك؟ هيا لنعد إلى المنزل قبل أن يأتي سيد الوجه الأحمر وإلا سيأخذنا نحن الاثنين. أرجوك توقف عن معاقبتي. في إيه بجد اللي حصل؟ أنا قلبي وقف. المفروض أعمل إيه تاني؟ تعويذة؟ يما قلبي يا جدعان. انا بأم دي لعبة. يا لهوي. امي هتنزلي اكتر من فين يعني يا ماما؟ هو في ايه يا يما؟ راسك يما. مني ما خطبك ما خطبي. انت لا مختبأ في الخزان. اخذ سيد الوجه الاحمر ابي. اوه هذا امر. هو كله جاي على ابويا كده يعني. مش عارفه ايه ده. انا لا امزح. انها قصه طويله ودعيني اشرح. كيف حال دمياط كارون اليوم؟ اوه اهو على ما يرام. انت عارفه ماتي امي كيف تعرفين بشأنها؟ بالطبع اعرف بما انك لا بتاخذ دواء. صح كانت قايله لي اخد دواء قبل بعد الاكل. انا ما خدتوش. هذه ليست أول مرة تعاني من هلاوس هكذا. فعلا ممكن يكون عندي هلاوس. كل مرة تحكم سوف تفعل العامل المشترك دائما هي من تلك الدمية الغبية. لا تتذكر أوقات السابقة؟ لا. أنا لا أدري ماذا دهاك. عود إلى فراشك فحسب. هل حل منتصف الليل؟ بالفعل. يما هو ظل أمي عامل كده ليه؟ هو ده بجد يا جماعة؟ هو فعلا ممكن اكون بعاني من هلاوس. انا مش عايزه اتخض تاني بجد. ايه ده الطايره؟ انا مش عايزه اروح بالله عليك. وحاسه ان في حاجه هتحصل. يما في ايه؟ ده شايلني في الهوا. يا نهار اسود ومحبب. يا ماما انت عامله كده ليه؟ انت عامله كده يا ماما؟ اشعر بتحسن. نعم يا امي. كان ذلك سيد الوجه
ذلك يا أمي. أعدك أخرج النوم الآن. حاضر يا أمي. متأكدين إن كل دي هلاوس بجد؟ أمي كسرتي وعدك من جديد. بجد في ايه؟ بجد في ايه في اللعبة دي؟ ايه قصة اللعبة دي؟ جدعان في ايه يا جدعان؟ ايه قصة اللعبة دي بجد؟ انا المفروض اعمل ايه؟ اروح اوضتي؟ يا دي اوضتي دي اتلبست بجد. ايه اللي حصل بجد يا جماعة؟ والله اخاف. يما هي الدوبيا عاملة كده ليه؟ ده مضروب. ده اتنفخ يا عيني وانضرب. ماذا حدث لك؟ سيدي قام بضربي ضربا مربحا، لم يكن مسرورا بما حدث الأمس. أنا آسف، هذه غلطتي. بالمناسبة هل رأيت أمي؟ أخذها سيدي بعيدا. ماذا؟ هذا ما يحدث فحسب. آسف لم أستطع إيقافه. يجب أن تهرب لأنه سيعود ويأخذك أنت كذلك. لا، علي أن أنقذ أمي وأبي. كيف؟ ألا ترى ما فعله بي؟ تعويذة. حصرت على هذا في سجن أبي. أعتقد بإمكانها أن تساعدنا في هزيمة سيد الوجه الأحمر اللي هو مستر نتفيسة. هذه هي التعويذة لهزيمة سيدي. هيا أسرع إلى الخزانة، علينا أن نبحث عن مكان احتجاز والدتك. يا دي أم الخزانة بقى يا جدعان بقى. ايه علاقة الدوبيا دي مع في ايه بجد؟ انا ماسكه التعويذه في ايدي. فين بقى؟ ايه ده؟ موضوع من الاطفال اللي كانوا بيلعبوا من شويه. طب انا المفروض اعمل ايه؟ اهو هي امي. بسرعه ارمي التعويذه هناك واختبئ. ارمي التعويذه ازاي طيب؟ هجري. خبوني معاكم. رميتها. هي دي امي اللي كانت عماله تعيط دي؟ ده مستر ريد فيس. يا نهار اسود، ده كان يوم اسود. لما يوم عيد ميلادي ده كان يوم اسود. التعويذة تقريبا حرقته. بس كده اروح؟ بس كده بجد؟ يما على اللعبة يما. ايه ده؟ الدمية دي اتحرقت. قد هزم سيدي وسحره الذي وضعه على صار يتلاشى. هل أنت تختفي؟ لا بأس، هذا ما أردت. هيا أخرج كي ترى والديك. هلاقيهم برا بجد؟ طب هيقولوا ايه طيب؟ بس هنعرف ده لما نشوف. استنى. يا دي ام الباب اللي بيفتح لوحده ده. ايه ده؟ هما هناك اهو. هما لسه على الوضع ده من امبارح. هو رجعني بالزمن، بس الفرق ان امي طلعت قدام شويه. في ايه؟ ابي امي انتم احرار الان؟ يا لهوي. ايه انتي؟ هي اللعبه دي شكلها قصتها سيئه قليلا، بس هنقول انها بتخونه مع واحد تاني. بتخونه ماشي.
هنشيل الكلمة ديت وهنقول انها بتخون. انتي بتخونيني مع راجل تاني مش كده؟ قلت لك انني كنت مشغولة بعملي. كذبة. اهملت تلك العائلة لرجل اخر، الا تخلين من الكذب امام ابنك؟ وماذا عنك؟ هل تظن انك افضل مني؟ يا جماعة استهدوا بالله يعني، بالراحة كده يستهدوا بالله يعني. هتشوف الامر ده يعني. انت تقضي معظم وقتك في المنزل، تستغلني طوال العام. اي نوع من الاباء انت؟ اي كان ما افعله انه ليس من شأنك، فما زلت احضر المال لدعم وتربية بني. وان كنت لا تزال تظن انني اخونك، فانك تضع نفسك في مقام اقل من ذلك حتى. يما ضربها. بقول لك ايه يا راجل انت، يعني مستر ريد فيس يعني انا جاي احرركوا وانتوا تعملوا كده؟ كلمة تانية. حسنا اظن انك وانت وانا سنحصل على طلاق. طب استهدوا بالله يا جدعان يعني. ايه اللعبة قلبت كده ليه؟ ستعين على احدنا ان يغادر المنزل، وان رأيتك هنا غدا فسوف اخذ ابني وارحل. انتي قفي مكانك. ماما يا ماما، ماما ما تسيبينيش وتسيبيني مع الراجل ده يا ماما. هو في ايه بجد يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ بابايا اروح له ولا اعمل ايه؟ طب هو شايفني يعني ولا لا؟ ازازة ثانية واحدة، وانا شفت المنظر ده فين؟ لا يكون هو مستر ريد فيس. ما تقولوش هو مستر ريد فيس صح؟ ما تهزروش. هو مستر ريد فيس. يا نهاري، انا لن اسمح بحدوث هذا. هو سيد الوجه الاحمر. ايه اللي هيحصل؟ في ايه اللي هيحصل؟ يا لهوي على ام اللعبة. قطي ايه بتعمل ايه يا راجل انت؟ بتعمل ايه؟ يا نهاري يا ابن يا لهوي. هو في اب كده بجد؟ يا نهاري، ده كسر رقبة الواد. لا يمكن ان يكون هذا صحيحا. اسف جدا. الدمية خزرتك اعتقد يكون فتحها الان. ايه انا فتحها على اساس انها لعبة رعب. ما تهزروش. يا نهار اسود، يا لهوي. هل هذا انا؟ لماذا لن اعلم اي شيء عن هذا؟ لا طالما علمت عن هذا لانني الجزء العالم منك. حاولت إنكار ورفض هذه الأشياء وألفت قصصا لتشعر بتحسن حيال نفسك وحيال والديك. أما أنا واجبي أن أعيدك إلى الواقع. حاولت عدة مرات حتى أجعلك تتقبل واقعك بأبسط طريقة ممكنة، وكل مرة أفشل. خمن ماذا يحدث. تيك بوم. ذكرياتك تختفي. كل مرة تستيقظ ثانية في نقطة البداية، وهي نفس الليلة التي قتل فيها والدك. كم مضى على وفاتي؟ 14 يوم. لا يمكن أن يكون مر كل هذا الوقت. ما الذي يحدث حقا لوالدي؟ تعالوا احكي لكم يعني نفهم الموضوع. انا مت من قبل والدي، بس انا روحي مش راضيه، مش ساكنه. يعني انا مش راضيه ان بابايا ميت. يعني ان بابايا هو اللي موتني ازاي؟ هو مش متقبل الواقع.
فكل شويه عمال يعيد 14 يوم في نفس اليوم، في اليوم اللي هو قتله فيها، عشان يعمل خيالات بدماغه، عشان يرسى يعني ايه، يخلوا يعني روحه تبقى هاديه، فاهمين؟ اللي هو يقول لا ابويا استحاله يقتلني، ابويا ما عرفش كده. ايوه بقى اللي حصل لوالدي. بالنسبه لوالدي فهو يختبئ في فندق رخيص، اللي هو فندق مش تمام يعني. مين اللي بيخبط؟ الدولاب، ده الدولاب، المنظر ده شفته. لنعد الى المنزل معا يا ابي. لا عجبتني اللقطة دي. لا لقطة حلوة. يما ماذا عن أمي؟ هي لا زالت تراني، أليس كذلك؟ هذا صحيح، لأنها لا توجد في منزلك إلا في وقت متأخر من الليل، ولكن إذا كان في الصباح، يعني هي جت الصبح بقى. ده أمي؟ أنا شخصي بني. شافتني وانا يا عيني، يا عيني يا ماما، الام صعبت عليا بجد. ده برضو المنظر اللي شفته في مصر، في لما كنا بنرمي التعويذه. مين دول؟ هل لديك أي فكرة حول مكان اختباء زوجك؟ أفقدت شيئا للتو سيدتي. دي التعويذة اللي أنا رميتها. ما هذا؟ إنها بطاقة حجز لفندق، لكن لست متأكدة انها ملكي. يبقى هي بتاعت الاب. يبقى التعويذة اللي انا لميتها ديت عشان روحي تفضل يا ساكنة، ويعني ويحصل العدل والحق ومعرفش ايه وكده. صحيح صرخنا شوية في اللعبة، بس اللعبة كويسة وجميلة ولها قصة، فحلو. قبضوا على بابايا وحبسوه مكتوب في التلفزيون. ده انا امي زعلانه. انا عماله اتفرج حرفيا مدهوشه، زي ما انا دلوقتي عماله اتفرج حرفيا مش مدهوشه بجد. دول الاطفال. ثانية واحدة، هي العلامات دي بتشير لحاجة؟ هناك الدولاب. دي علامات بتشير ان الطفل ده ميت في حفرة، وده محروق، وده ميت في العربية، وانا ميت في الدولاب. ده بجد لعبة حلوة، لعبة حلوة، بس فيها صريخ حبتين وفيها حزن، وللأسف مفيش نهاية سعيدة،